اوكي، هذه هي صفحة الجروب على الفيسبوك اذا تشوفوها، شباب دوت نت، برنامج شباب دوت نت. هذه مشاركات اصدقائكم طبعا اللي هم اغلبيتهم من خارج وداخل العراق، وايضا اكو جزء منهم داخل الحله، واكيد حملوني امانه انه اسلم عليكم. فؤاد الباوي، الصديق فؤاد الباوي يقول والله يا عيسى نروح للكوفي شوب، هاي بالنسبه لاوقات الفراغ. فؤاد الباوي يروح للكوفي شوب. حنان الحميري، حنان الحميري طبعا تحيه للصديقه الغاليه حنان الحميري، تقول العطله عند كثير من الشباب سلاح ذو حدين، فاذا لم يشغلوها بالخير شغلتهم بالشر، وكل هذا بسبب وقت الفراغ. شكرا حنان. ارجع المشاركات الاصدقاء بعد ان اخذ هذا الاتصال. الو السلام عليكم. علي مو وياي؟ علي عمار؟ اي نعم علي عمار. اهلا علي عمار، شلونك؟ الله يخليك، شلون صحتك؟ مشتاق لك حبيبي يا غالي. يخليك حبيبي. حبيب قلبي اهلا وسهلا بك. ممكن اشارك استاذ عيسى؟ اكيد ممكن، هو برنامجكم حبيبي، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو اوقات الفراغ. ايه استاذ محمود، اوقات الفراغ ما عندنا اوقات فراغ استاذ. ما عندك اوقات فراغ؟ اي والله استاذ ما عندنا، يعني كل شوي مقضي بالشغل، ويعني حتى الطالبه ما عندهم اوقات فراغ. يعني انت متروس؟ ايه استاذ. اوكي، انت شغلك وين قلت لي بالحلقه السابقه؟ نجار استاذ. نجار؟ نعم استاذ. نجار، علي عمار النجار. اي نعم استاذ. اوكي، احكي لي عن شغلك بالله عمار. استاذ انا شغل الصبح يبدي حد يعني يقول لليل. ما في راحه؟ ما عندي وقت فراغ، ما عندي. اي بس اكيد عندك اوف او ريست بالاسبوع. اي نعم استاذ، يعني الجمعه يوم واحد. الجمعه تقضي ويا العائله؟ نعم اي نعم. وتتابع برنامجنا كل جمعه اكيد. نعم اي. حبيبي عندك شيء تضيفه؟ اي استاذ، يعني بضل يعني بعض الشباب ويعني طلاب ويعني ما عندهم وقت فراغ استاذ. يعني وقت فراغهم قليل استاذ، يعني يخلصون امتحاناتهم يتوجهون الشغل، ما عندهم وقت فراغ. يعني انت تقول انه الطلبه بالعطله يعني وقت فراغهم اللي يكون بالعطله هم يشتغلون به. يعني شيء ترفيه، يعني قطاعات حديد وهذا ذكرت بالبرنامج، او يعني الترفيه يعني حله ما حله، مساحات ما عندهم استاذ يعني ماكو هيك. اوكي علي عمار، بس اكو شباب يعني الله ممكن عليهم حالتهم الماديه زينه، يمكن ابائهم او هاي، فتعرف يعني ما يشتغلون بالعطله. انا اعرف اصدقائي هواي ناس ما يشتغلون، يقول انا ما محتاج فلوس حتى اشتغل، مو صحيح؟ نعم استاذ، بس مو كلهم استاذ، يعني مو كلهم فيهم حالاتهم مصر. يعني يضطر يشتغل استاذ. اذا تنتبه يعني هسه على الفيسبوك كل هالناس يعني رايحه لتركيا، واكو ناس حتى طالعه لاوروبا والكردستان، مو صحيح؟ نعم حتى قرايبي وياهم رايحين، اقربائي وياهم يعني في بامريكا يعني راح. حبيب قلبي يا ابو حسين، ان شاء الله نشوفك هناك سائح بيوم من الايام. شكرا لاتصالك علاوي. ان شاء الله يعطيك الله. باي باي علاوي، شكرا. اوكي، احنا هذا موضوع مهم طرحه علي عمار، يقول انه معظم اذا مو كل معظم الطلبه هم يشتغلون بالعطله. بصراحه صحيح، هو يمكن احنا هذا هو الشعب العراقي كل الحاله الماديه على الاغلب السائد الاغلب عندهم متوسطه، فلذلك يشتغلون. بس الاوائل اللي الله مكن عليها اكيد احنا نشوف شركات السياحه بالحله ما شاء الله تنقل تركيا او كردستان او كل الدول المجاوره للعراق او محافظات شمالنا الحبيب. نكمل مشاركات الاصدقاء. قرينا مشاركه حنان كلش حلوه، كانت تقول العطله عند كثير من الشباب سلاح ذو حدين، فاذا لم يشغلوها بالخير شغلتهم بالشر، وكل هذا بسبب وقت الفراغ. ليتفاهم يقول ما عندي عطله، راح اداوم بالمستشفى. هذا دكتور ليت صديقي العزيز، هو اعتقد مرحله اخيره بكليه الطب. عمار جرافيك يقول باتت كلمه العطله الصيفيه كلمة عادية ذات معنى من غير نكهة، فأصبحت أوقات متواصلة للفراغ للبعض وأوقات لا عطلة للبعض الآخر، حيث أنها باتت مجرد كلمة للكثير من الشباب العاطلين عن الدوام والدراسة، فتمر الكلمة مرور الكرام. أكيد شكرا عمار، ومشاركتك كلش طويلة. مشاركة أميرة عين قريناها وسمعنا صوتها، فنعبر على جاسم التميمي. جاسم التميمي يقول، هذه هي مشاركة جاسم التميمي أعزائي المشاهدين، يقول ما أعتقد بعد أكو حكي أو شرح بعد الكلام اللي تفضلت به ست أميرة، لأن كلامها شافي ووافي وملم بكل جوانب الموضوع. طبعا أذكركم هي شنو اللي حكتها أميرة. أميرة قالت حكت حول موضوع الساحات الرياضية ووقت أوقات الفراغ عند الشباب في بغداد في الساحات الرياضية وهاي الأمور. وسام
بنزرت صديقي العزيز، لو سيد المخرج ياخذ مشاركته، يقول العطلة تاخذ عدة اتجاهات وكلا حسب رغبته، وهناك من يفضل قضاءها بالنوم، ومنهم يفضلها بالملاعب وقاعات بناء الأجسام والمسابح، ومنهم بالمتنزهات مع العائلة وغيرهم. كثير إذا كان المزاج رايق وسليم حتى الراتب ينصرف بدون ما تدري بنفسك، وخاصة إذا العائلة وياك. بس أنصحكم اطلعوا وحدكم. شكرا يا وسام. إذا يسمح لي السيد المخرج آخذ بعد مشاركات لأن كل شوية وراح آخذها بسريع. سارة من فرنسا تقول الله العطلة يعني اكو ناس يقضوها بالسفر، اكو ناس يمارسون هواياتهم المفضله السباحه، الرياضه، النت، واكو ناس يشتغلون بالعطله الصيفيه، يعني طلاب المدارس يقضون عطلتهم بالشغل. اوكي احنا نكمل، وصلنا لحد مشاركه مدام سهى سعاد. خلينا ناخذ تقرير للزميل غياث حول منتدى شباب الحله. هذا منتدى شباب الحله او كان سابقا مركز شباب الحله، هسه صار منتدى شباب الحله. اني من كنت صغير كلش كنت احد رواد هذا المنتدى. بصراحه يعني كانت نشاطات كلش رائعه، دورات مدرسيه لكل الدروس، كل انواع الرياضه تمارس به، سله، قدم طائره، كل انواع الرياضه، الشطرنج، وانا مره فزت ببطوله مال الشطرنج. كل النشاطات. وحاليا انا ايضا الحمد لله محاضر في هذا المركز عن ماده التصوير. هذا مركز شباب، منتدى شباب الحله. منتدى شباب الحله كائن في منطقه الاسكان بنشاطات كلش حلوه. ما اريد احكي لكم ولو انا حكيت هوايه، بس ما اريد احكي لكم اكثر. خلينا نشوف غياث وتقرير الزميل غياث الجادر حول منتدى شباب الحله. ابقوا ويانا. منتدى شباب الحله والذي يقع في منطقه حي الاسكان. هذا المنتدى يسعى لاعداد جيل مثقف وواعي، وكذلك تنمية المواهب في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية. يضم هذا المنتدى العديد من الأقسام، والتي منها التأسيسات الكهربائية وفن الإنشودة والرياضة. شباب الحلة هو المنتدى الوحيد في مركز محافظة بابل، ويقع في منطقة الإسكان، حيث يسعى منتدى شباب الحلة إلى إعداد جيل مثقف وواعي وتنمية المواهب في الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية.